السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ كله يجمع هنا علشان نشوف التشكيل اللي هنلعب بيه النهارده ان شاء الله ضد الجونه في الجوله الثامنه من الدوري المصري. طبعا الكل منتظر ومتراقب ايه التشكيل اللي هنلعب بيه، ومارسيل كولر عمل ايه وسوى ايه في التشكيل، علشان طبعا ده بيحدد حاجات كتير جدا في المكسب او الخساره. بس ان شاء الله هنتابع النهارده انتصار جديد من انتصارات أسد إفريقيا، المارد الأحمر، فريق الأهلي حبيب الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بكم معايا في خبر جديد النهاردة وعلى الماشي. خبر سريع عن التشكيل وبس، مش هنتكلم عن حاجة تانية. بس قبل أي حاجة بقى، يا ريت توصلوني ل 10,000 مشترك الفترة اللي جاية. يبقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وحصري عن الكورة في مصر، وخاصة الفريق الأهلي. وكمان اعملوا لايكات بقى كتير، لايكات 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 علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، دي أهم حاجة، أهم من الاشتراك وأهم من اللايك. هنتكلم النهاردة عن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري، وده اللي اختاره طبعا السويسري الداهية مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر علشان يخوض مباراة فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25. وهتقام النهاردة المباراة، يعني الأهلي والجونة المباراة بتاعتهم هتكون النهاردة يوم الأربع على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وبيحتل طبعا الأهلي صدر الجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، حصدهم بعد 7 مباريات، انتصر في 4 مباريات منهم وتعادل في لقاء واحد ولم يتلقى أي هزيمة. وكمان طبعا كل اللي متابعين هيبقوا عارفين ومتأكدين ان هيغيب المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي عن تشكيل الاهلي ضد الجونة طبعا للإصابة، فيما يستمر تواجد الحارس محمد الشناوي في الدفاع عن عرين المارد الأحمر. هيكون طبعا في حراسة المرمى المتميز محمد الشناوي، وخط الدفاع هيكون محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس. وكمان خط الوسط هيكون مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشة. وخط الهجوم هيكون حسين الشحات ومحمود كهربا وإمام عاشور. وطبعا كل اللي متابعين النادي الأهلي ومحبينه هيكونوا عارفين ومتأكدين إن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هيغيب عن التشكيل الأهلي النهاردة للإصابة. وزي ما اتفقنا موعد مباراة الأهلي والجونة هيكون يوم الأربعاء اللي هو النهاردة يوم 15 يناير 2025 ضمن اللقاءات الجولة العاشرة. ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لو انت وصلت بقى معايا لحد هنا يبقى انت برنس قوي، ما تنساش تعمل اللايك يا برنس. وكمان لو اول مرة تشوف القناة اشترك فيها علشان نوصل ل10,000 مشترك بإذن الله في عيلتنا جميلة، عيلة الأهلوية ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. اهلا وسهلا بيكم معايا لحد اخر الفيديو، كنتم مع توب تيم.